البكالوريا لازم تشوف هذا الفيديو للأخير. سلام الله عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي في اليوتيوب. معكم أولم وصال، المتحصلة على المرتبة 3 وطنيين في شهادة البكالوريا دورة 2024 بمعدل 1952، والمتحصلة على المرتبة الأولى وطنيين في معدل المواد الأساسية. تحصلت الحمد لله على 20 من 20. في نفس الوقت صانعة محتوى تعليمي وهادف على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تيك توك، وأيضا لدي قناة على التليجرام. روابط جميع صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي ستجدوها في صندوق الوصف. المحتوى اللي نقدمه عبارة عن نصائح، توجيهات وإرشادات، ونشارك معكم تجربتي مع شهادة البكالوريا، وحاليا ندرس في المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي. بما انكم كملتوا اختبارات الفصل الثاني وشهادة البكالوريا بقى لها أشهر قليلة، يعني حوالي 3 أشهر تفصلنا على امتحان مصيري، درت لكم هذا الفيديو اللي هو عبارة عن فيديو تحفيزي توجيهي لتنظيم وقتكم للإجابة على أغلب تساؤلاتكم وأسئلتكم اللي دايما تطرحوها عليا. وأيضا راح نشارك معكم وش لازم تديروا في هذه الفترة قبل الشهادة. على بالي بلي بزاف منكم حايرين وش لازم يديروا في هذه الفترة بعد اختبارات الفصل الثاني، خاصة في هذه الأسبوعين يعني تاع التصحيحات في الثانوية. هل لازم عليكم تتقدموا في دروس الفصل الثالث، أم لازم تعاودوا تراجعوا الدروس السابقة، ولا تحلوا بكالوريات تجريبية، ولا تحلوا البكالوريات الأعوام السابقة؟ جيت اليوم باش نجاوبكم على هذا السؤال، ولا بالأحرى راح نقول لكم أنا في عام تاعي تاع الباك وش درت في هذه الفترة بعد اختبارات الفصل الثاني. أول خطوة تديروها في هذا الأسبوع هو أنه تطلعوا على نقاطكم في اختبارات الفصل الثاني، وتشوفوا نقائص ولا المشاكل ولا الأخطاء اللي وقعتوا في الاختبار اللي خلاتكم تضيعوا هذوك النقاط. نشارك معكم السر اللي خلاني نتعرف على أكبر عدد من الأفكار قبل شهادة البكالوريا. بعد ما نحل الموضوع هذاك تاع الثانوية، نروح نحوس على مواضيع ولا اختبارات ثانوي جميع ثانويات الوطن في مثلا في كيما دركا في الفصل الثاني. بنفس الطريقة اللي حليت بها اختبار الثانوية تاعي، نعاود نحل هذوك الاختبارات بمنهجية وبطريقة منظمة، ونعاود نصحح روحي. بهذه الطريقة راح تكتشفوا وراح تتعرفوا على أفكار جديدة وفي أقصر وقت ممكن. وكالعادة جمعت لكم الكثير من مواضيع اختبارات جميع ثانويات الوطن في قناتي في التليجرام، راح نحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. ثاني أهم نقطة نحب نهضر لكم عليها هي نقطتك في الاختبار. شوفوا، سواء جبت نقطة مليحة ولا ماشي مليحة، سواء راك راضي على مستواك في اختبارات الفصل الثاني ولا ماكش راضي على مستواك، ما تحاولش تخلي نقطة الاختبار ولا حتى معادلك في الفصل الثاني يأثر على معنوياتك. دايما تفكروا باللي تغلط في الاختبار ولا تغلط في الفرض أحسن ما تغلط في شهادة البكالوريا. وبعد ما تكملوا من خطوة حل المواضيع، راح تجي خطوة بزاف مهمة اللي هي مراجعة المكتسبات السابقة، يعني مراجعة دروس الفصل الأول والفصل الثاني. تقدروا ديروا كما درت أنا اللي خصص لها وقتها في الأسبوع الأول من العطلة. حاولوا تركزوا على مواد الحفظ. صراحة شهر رمضان فرصة عظيمة باش تقدم في دروس في المواد الحفظ، خاصة مادة التاريخ والجغرافيا علوم إسلامية وحتى مادة الفلسفة. ولا قلت لكم لازم تراجعوا دروس الفصل الأول ودروس الفصل الثاني قبل ما تتقدموا في دروس الفصل الثالث. شوفوا صراحة أنا هذه الطريقة اعتمدت عليها، علاه؟ لأنه تقريبا أغلب الأسئلة في شهادة البكالوريا يركزوا على الفصل الأول والفصل الثاني، النقاط بزاف تجي عليهم في زوج، وثاني الدروس تاعهم فيهم الكثير من الأفكار، وحتى المراجعة تاعهم تكون مكثفة وتديكم بزاف وقت. بينما دروس الفصل الثالث هي عبارة عن دروس خفيفة سهلة بسيطة، ما فيهاش بزاف أفكار، تقدروا تكملوها في وقت قصير. وبعد ما تكملوا المراجعة تاع مواد الحفظ ومراجعة المواد الأساسية، حاولوا تحلوا بكالوريات سابقة خاصة في مادة الرياضيات. إذا كان ما بديتش من بداية العام يعني تحل كل وحدة البكالوريات اللي جايين عليها، حاول تخصص العطلة باه تحل فيها أكبر عدد من البكالوريات. مثلا الرياضيات تقدر تبدأ من دورة 2008 حتى دورة 2024، مادة الفيزياء تقدر تبدأ من دورة 2015 و 2016 حتى دورة 2024، لأنه المنهجية من سنة 2016 تغيرت في مادة الفيزياء، وتقريبا من سنة 2016 حتى سنة 2024 المواضيع عادت تطرح بمنهجية موحدة. وكالعادة دايما كي تحل الموضوع تاعك حاول تكون في مكان مريح، مكان هادئ، واعتبر روحك في قاعة الامتحان. خصص وقت محدد للموضوع، بعدها صحح روحك اعتمادا على التصحيح النموذجي. ثاني نقطة بزاف مهمة لازم نفكركم بها، إذا كنتوا حافظين من قبل دروسكم تاع الفصل الأول والفصل الثاني وأصلا فوتوا اختبارات فيهم، بهذه الطريقة المراجعة مش حتديلكم وقت كبير. مثلا إذا قبل حفظت الدرس تاعك في ساعة ونصف ولا في ساعتين، فالمراجعة راح يدي منك فقط نصف ساعة. وبالنسبة للأحرار ولا التلاميذ اللي ما حفظوش كامل من بداية، صراحة ديوها من عندي، بقى لكم 3 أشهر كافية ووافية باه تقدر تكمل المقرر تاعك. فقط تخصص وقت، أكيد المجهود تاعك والعدد ساعات الدراسة راح تكون مضاعفة، ولكن الوقت يكفيك، خاصة إذا عرفت تنظم وقتك وتقسم وقتك بين مواد الحفظ والمواد الأساسية. وبعد ما تكملوا المراجعة تاعكم، عندكم الحق أنه تتقدموا في دروس الفصل الثالث، وفي نفس الوقت تبقاو تحلوا مواضيع تاع بكالوريات تجريبية ولا مواضيع تاع بكالوريات سابقة، باه تبقاو على اتصال وعلى معرفة بجميع الأفكار اللي كاينين في الوحدات السابقة.
وبهذه الطريقه نكون جاوبتكم على اكثر سؤال راهو في بالكم دركا، اللي هو كيفاه تجيري وقتك ولا كيفاه تنظم وقتك في هذا الفتره. وثاني نقطة حاب نهضر عليها، بزاف منكم يرسلوا لي رسائل ولا تساؤلات وصال بعثي لنا برنامج أسبوعي ولا برنامج كل يومي اللي اعتمدتي عليه في الفترة هذه خلال تحضير شهادة البكالوريا. شوفوا ديوها من عندي، أكبر خطأ ولا أكبر غلطة ممكن ديرها في عامك تاع الباك إنه تقرا برنامج ولا بروجرام دار واحد اخر، انسان واحد اخر، لانه الوقت اللي نركز فيه انا ماشي نفس الوقت اللي تكون انت فيه مركز. دونك اتفاداو انه تعتمدوا على برامج ولا برامج يوميه ولا اسبوعيه تاع تلاميذ واحد اخرين حتى اذا كانوا متفوقين. اسمى مثال انه كاين تلاميذ بزاف يقراو بعد السحور يعني بعد الفجر، وكاين تلاميذ اللي يقراو ولا يقعدوا يسهروا لوقت متاخر من الليل، وكاين فئه اخرى من التلاميذ اللي يحبوا يقراو على طول النهار. واكيد ما لازمش ننساو ولا ما لازمش تخليو الباك ينسيكم على اهم حاجه في شهر رمضان اللي هي العباده. حاولوا دائما تقسموا وقتكم وتخصصوا وقتكم لقراءه القران، حفظ القران الكريم، الصلاه وخاصه الدعاء. صليوا صلواتكم في وقتها، وبه دايما تبقاو مطمئنين ومرتاحين نفسيا في وقت فراغكم اقراو صفحات من القران الكريم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. إن شاء الله هذا الفيديو يكون إشارة لكم باه ما تفقدوش الشغف وتكملوا في مشواركم في شهادة البكالوريا. بإذن الله سأكون رفيقة دربكم إلى غاية يوم البكالوريا. في هذا الفيديو حاولت نشارك معكم طريقة اللي اعتمدت عليها أنا في الدراسة في هذه الفترة، يعني بعد اختبارات فصل الثاني.